أعزائي المتابعين، معكم أخوكم أحمد عماد من قناة المسار الجديد على اليوتيوب. أنا بدي أختصر لفت انتباهي مشاهدي تشاركية على صفحة الفيسبوك على موضوع مرتبط ببشار برهوم وماهر شرف الدين. ولقينا الشباب اللي ما لهم دخل بهدول ولا بهدول معسول، فهم اختلفوا مع بعض. فهم السيد مازن كوكاش والسيد أبو دلامة كيوان والنعمن الشخصين طبعا ووضحوا لبعض فيما بعد الأمر واعتذروا عن خطأهم. على كل الأحوال بس أنا بدي أفيد الأخ ماهر بحصاص شغلة والنعمن الجميع طبعا، ورأيي غير ملزم، وأكيد أنا ممكن أكون مضلل قبل ما تكونوا أنتم مضللين. يا سيد ماهر، المنطقة الشرقية استولت عليها الأمريكان وتحالف الدولي، ومعهن أعتقد حاليا دخل على الخط الإسباني، ودخلوا مع الأمريكان ما يسمى بهذول تحرير مدري أحرار الشام أو ما شابه ذلك، ودخل معهم داعش. هذا شغلة لا حزب الله موجود ولا إيران موجود في هاي المنطقة، وهذا كان خطأ استراتيجي وتكتيكي إنه ما يكونوا موجودين في هاي المنطقة. نحن في النهاية حزب الله هو سلاح مقاومة. إيران من ألد أعدائها الفكر الماسوني والصهيوني وما شابه ذلك، والله أعلم، إلا أنه حقيقة الأمر لا وجود لهم في هذه المنطقة. نجي لك على موضوع الكبتاغون حتى ما تكون أنت مضلل. موضوع الكبتاغون 1,999,000% متورطة في إسرائيل باعتراف منظم ومنسق ومؤدلج وممنهج. إسرائيل وراء قضية التشويه الحكم وبشار أسد إنه يكون تاجر مخدرات، هي أقرب للسخافة منها للحقيقة. أنا لا أدافع عن بشار أسد ولا يعنيني أدافع عنه، مو شغلتي أدافع عنه، لكنه نحن للتاريخ لازم ننقل شغلة حقيقية. سوريا إن كانت عن طريق ما يسمى بين قوسين النظام السوري أو الرئيس بشار أسد أو الجيش السوري، مو صحيح. هي أدوات استخدمتها للتشويه والتشويش قوة المعارضة الحقيرة اللي هي استجدت الغرب لتحرير سوريا، نفس ما صار مع العراق. أنا كنت مراسل صحفي في العراق، وحكينا الحركات اللي ما يسمى بالحركات الانفصالية أو المعارضة أو ما شابه ذلك، والله راح تندموا. العراق كان ضابطها قائد اللي هو اسمه صدام حسين الله يرحمه، دكتاتور ما دكتاتور، بس كان يا عمي والله ضابطها على الثاني. خلينا نجي نحن على بشار أسد. أوكي، الرئيس بشار أسد قبل الأزمة كانوا السوريين كلهم عايشين بخير، كانت المنطقة مستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا. مقصود المنطقة هي فلسطين، اللي هي لبنان والأردن وسوريا، حتى تركيا كانت شاحناتهم تمر عبر الأراضي السورية. دول الخليج كانت مستقرة. تخيلوا أنه في الكويت بأكثر من 4500 قاطرة مقطورة اللي طولها 15 متر توقفوا عن العمل. ليش؟ لأنه ما في استيراد وتصدير على تركيا وعلى سوريا وعلى لبنان. أضف إلى باصات النقل، أضف إلى انشلت الحركة في دول الخليج وخاصة الكويت والسعودية. فقضية ما في تآمر دولي، بنكون إحنا ما عم نقرأ تاريخ صح. نقرأ كيسنجر عام 1970 كتاب كيسنجر، وبنتابع المسلسل الإلكتروني الكرتوني سيمبسون، وبنتابع نقرأ شوية لورا بالتاريخ. تورط صدام حسين باحتلال الكويت لأجل جر هذه القوة على منطقة معينة هي دولة الكويت حتى يتم تدميرها عن بكرة أبيها. أنا كنت مراسل ميداني في هذيك الأوقات، وأبكى ونزلت دموعي لما شفت مئات الألوف من الآليات المدمرة، مدافع ودبابات وناقلات جنود وما شابه ذلك، ومئات الألوف من القتلى. في النهاية شو كان؟ كذبة أمريكية رائعة جدا إنه في كيماوي جوعوا الشعب العراقي مثل ما بيعملوا معنا حاليا في سوريا. مات أكثر من 1,800,000 مواطن عراقي. هذا السيناريو المسحوب حاليا
على الوضع في سوريا هو نفسه اللي نجح في العراق. بس هيهات يا عمي أمريكا تبقى في المنطقة، هيهات إسرائيل تبقى في المنطقة. لن يبقى بالمنطقة إلا العرب السوريين في سوريا، والإيرانيين في إيران، واللبنانيين في لبنان، والخليجيين في الخليج. المؤامرة أكبر من أنه والله قالوا ما قلنا. الكبتاغون صناعة إسرائيلية، تمويل إسرائيلي بأيدي سورية، وخص نص المنطقة الجنوبية اللي هي درعا والسويدة. أوكي، يعني هاي ما بدها، يعني ممكن أنا لأني صحفي مطلع على جزء من الأمور وليس كل الأمور، أو بواطن الأمور جزءا منها، لكن أنا ما برحب بمعارض يطلع يتشدق لأنه بس من السويدة أنا لازم يعني أميل له. لا لا، مو شرط. هو وين ساكن؟ المعارضة وين سكنوا؟ سكنوا بالفنادق الخمس نجوم وما شابه ذلك. واللي عم يدفع ضريبة الدم والروح والحزن والجوع احنا في سوريا. فإذا أنا رأيي على أخينا ماهر والشباب اللي مثله أنه أولى أن نلتف حول قيادتنا وحكومتنا وجيشنا وشعبنا وتاريخنا وتراثنا ودولتنا. سلطان باشا الأطرش جدي وجدك لما كان بقاتل الفرنسي كان مقابله في لواء كامل مجوقل، مو مجوقل يعني مدعوم من فرنسا ودول الاحتلال ضد سلطان باشا الأطرش، كانوا من أبناء السويدة، لواء كامل. في النهاية انتصر سلطان باشا الأطرش وكتب اسمه التاريخ وخلده، بينما أذناب الفئران من هذاك اللواء اللي كان هو معارض لوجود سلطان باشا الأطرش، حدا يذكر لي حرف من اسمه؟ ما حدا بيعرفه. فنحن يا سيد ماهر بحصاص، يا ابن العائلة الكريمة العريقة الوطنية، خلينا ننتبه شوي لأفكارنا. ما يقودنا فيصل القاسم وماهر شرف الدين، ما حدا يقودنا. خلي أفكارنا الحقيقية اللي احنا نستدل فيها من الواقع على مشاكلنا، ونعرف شو قصتنا. وأنا بعتذر من الجميع، وممكن يكون أنا الغلطان وأنتم على صواب. والسلام ختام.